الحرب دلوقتي بتبتدي من جديد في مضيق هرمز، بس النهاردة الصبح السفن الإيرانية حاولت تكسر الحصار الأمريكي وفشلوا فشل ذريع. قوات USGS دمرت السفينة فمش قادرين يتحركوا، ودلوقتي المسؤولين الإيرانيين بيعيطوا وبيقولوا أمريكا بتحاول تبوظ المفاوضات. الجيش الأمريكي نفذ ضربات جوية الصبح وضرب كام نابلة فاضية كانت بتحاول تكسر الحصار الأمريكي. الكلام ده بيجي فوق الهجمات اللي حصلت امبارح لما أمريكا دمرت مخازن صواريخ إيرانية ومخازن طيارات مسيرة إيرانية كانت موجودة على ساحل مضيق هرمز. قبل ما ندخل في أحداث الصبح نبص بسرعة على اللي حصل بالليل. هنا في الخريطة تقدر تشوف المناطق اللي استهدفتها أمريكا امبارح. ده بيشمل ميناء بندر عباس اللي هو ميناء مهم جدا، وجزيرة قاسم اللي هي جزيرة إيران بتستخدمها عشان تراقب اللي بيحصل في مضيق هرمز. وبعدين طبعا عندنا بندر كرجان وجروك. البيان الرسمي ذكر أن الضربات الأمريكية يوم الخميس استهدفت مواقع إطلاق طائرات بدون طيار إيرانية ومواقع صواريخ كروز للدفاع الساحلي ورادارات. في الأول UAT ما كانوش ناويين يعملوا كده عشان كانوا بيحترموا وقف إطلاق النار. وقت ما السفن الحربية الأمريكية قربت من مضيق هرمز، إيران بدأت تهاجمها بصواريخ وطائرات بدون طيار وقوارب صغيرة. ساعتها أمريكا ردت ونفذت ضربات دفاعية علشان إيران ما تقدرش تهاجم سفن تانية أو سفن حربية أمريكية تانية في المستقبل. وده وزير الخارجية ماركو روبيو وهو بيشرح ليه الضربات دي كانت ضرورية. اسمع كده. يعني أظن الفكرة إنه مفيش وقف حقيقي لإطلاق النار، لأننا بصراحة المفروض تسأل الإيرانيين عن كده. ما تسألنيش أنا، إحنا ما ضربناش، هم اللي بدأوا. لو ضربتوا سفينة تابعة للبحرية الأمريكية هنعمل إيه؟ نقول في وقف إطلاق نار ومش هنوقع الدرون؟ ده سؤال وموقف غبيين. احنا ردينا عليهم لأنهم ضربوا علينا، وده كان متوقع مني. البلاد الغبية بس اللي ما بتردش لما حد يضربها، واحنا مش كده. أنت متوقع كده هناك ولا بلغت إيران بأي خطوط حمراء؟ يعني لو وقف إطلاق النار أو أيا كان اسمه، لو ما قدروش يا باشا الخط الأحمر واضح. لو هددوا الأمريكان هيتفجروا، يعني أوضح من كده إزاي؟ لو ضربت عليه، لو أنت الراجل اللي بيطلق الصواريخ أيا كان اسم الوظيفة دي وقاعد هناك وضربت صاروخ على أمريكا وإحنا شفناك وإنت بتضربه، إحنا هنضربك، طبعا هنضربك. مين ما يعملش كده إلا لو عايز سفنك تتغرق. يعني إحنا مش هنسيب سفننا تتغرق على إيد الإيرانيين بطياراتهم الصغيرة، عارف الدرونز اللي بيضربوها دي؟ هما دلوقتي ما عندهمش بحرية، بس بيستخدموا مراكب صيد صغيرة زي البوستن ويلر وبيهجموا علينا. لو قربوا من مراكبنا هنفجرهم. مش عارف إذا كان ده خط أحمر ولا لأ، بس أتمنى يكونوا فهموا كده دلوقتي. يعني لو أنا واحد من الإيرانيين دول في مركب سريع وقالوا لك يا عم مهمتك تروح ورا مدمرة أمريكية، غالبا مش هتطلع منها عايش. أظن إن ده خط أحمر. دلوقتي أكتر جزء مضحك في الموضوع كله هو إن طول الوقت ده السياسيين الإيرانيين كانوا بيقولوا يا جماعة إحنا مش عايزين نتفاوض، إحنا كسبانين الحرب دي، مش عايزين نتفاوض، إحنا كسبانين الحرب دي. وأول ما الولايات المتحدة تهاجم أي حاجة عندهم، هم ما عندهمش بحرية. عندهم مراكب صغيرة زي ما ماركو روبيو لسه قال، وعندهم شوية مواقع للطائرات المسيرة ومنصات إطلاق. أول ما أمريكا هاجمت مواقع إيرانية، الإيرانيين قالوا إحنا مش كنا بنتفاوض؟ ليه بتهاجمونا وإحنا في مفاوضات؟ وده بالضبط اللي حصل مع تصريح وزير خارجية إيران بعد الهجوم ده. شوف بنفسك. كل مرة يكون في حل دبلوماسي مطروح، أمريكا بتختار مغامرة عسكرية متهورة. هل ده أسلوب ضغط فظ؟ ولا نتيجة لمخرب تاني بيخدع الرئيس ويدخله في مستنقع جديد؟ مهما كان السبب، النتيجة واحدة: الإيرانيين عمرهم ما يرضخوا للضغط. وكمان بيكملوا بيقول في الصورة اللي نشرها مع البيان إن CIA غلطانة. مخزون الصواريخ عندنا وقدرة الإطلاق مش 75% زي ما كان في 28 فبراير. الرقم الصح هو 120%. أما عن جاهزيتنا للدفاع عن شعبنا فهي 1000% دلوقتي. أنا مش متأكد من قدرتهم الصاروخية، أنا متأكد إنه المخابرات عندهم معرفة أكتر بكتير من يوتيوبر عشوائي. بس سؤالي بسيط، لو قدرة إيران 120%، يعني عندهم صواريخ أكتر دلوقتي من وقت ما الحرب بدأت، ليه إيران كانت بتبطأ في إطلاق الصواريخ في نهاية الحرب؟ ليه كانوا بيوفروا الصواريخ لو قدرتهم كانت بتزيد كل يوم؟ فالموضوع بسيط. الكلام اللي بيطلع في التصريحات الإيرانية مش مطابق للأفعال اللي كانوا بيعملوها أثناء الحرب. وبالنسبة إلي شخصياً، أنا بهتم أقل بالكلام اللي الإيرانيين بيقولوه
وبهتم أكتر بالأفعال اللي بيعملوها. وبعد التصريح الليلة اللي فاتت الإيرانيين هاجموا الإمارات مرة تانية. دي المرة التانية أو يمكن الثالثة اللي إيران بتهاجم فيها الإمارات. من ساعة موقف إطلاق النار بدأ يا حسن الحظ كل الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية اتصدوا لها، لكن الحطام أصاب 3 حسب وزارة الدفاع الإماراتية. هم كمان أشاروا أنه من ساعة ما الحرب بدأت الدفاعات الجوية الإماراتية اعترضت حوالي 500 صاروخ باليستي و30 صاروخ كروز وأكثر من 2200 طيارة مسيرة، وده أدى لأكثر من 200 إصابة. من الناحية الثانية الدفاعات الجوية الأمريكية شغالة بشكل ممتاز جدا. عارفين إزاي عرفنا ده؟ بص، كل دولة في الخليج بتشتري الدفاعات الجوية دي بسرعة غير مسبوقة. شوف ده، وزير الخارجية ماركو روبيو لسه وافق على بيع طارئ لأسلحة بقيمة 25 مليار دولار للبحرين وإسرائيل والكويت وقطر والإمارات. ده 3 أضعاف ال 8.6 مليار اللي أعلنوا عنها في الأول. الصفقة دي فيها عدد كبير من صواريخ باتريوت الاعتراضية، بس التسليم ممكن ياخد سنين عشان قدرة الانتاج في أمريكا محدودة. في طلب أكتر من اللي احنا فعلا نقدر نوفره. أما بالنسبة لإيران الأخبار السيئة مش بتوقف عندهم. شوف اللي القيادة المركزية أعلنت عنه الصبح ده. دلوقتي في أكتر من 70 ناقلة نفط القوات الأمريكية بتمنعهم من دخول أو خروج الموانئ الإيرانية. السفن التجارية دي عندها قدرة تنقل أكثر من 166 مليون برميل نفط إيراني بقيمة تقريبية 13 مليار دولار. بسبب الحصار الأمريكي إيران بتخسر مليارات الدولارات من عائدات النفط اللي هي في أمس الحاجة ليها في وقت زي ده. وطبعا فوق الفلوس في حاجة تانية إيران محتاجها، وهي سعة تخزين نفط أكبر. فعشان كده هم عايزين بعض الناقلات الفاضية دي اللي في المياه الدولية ترجع لموانئ إيران عشان إيران تقدر تستخدمها كمخزن نفط عايم. يعني يقدروا يحملوا النفط على الناقلات دي ويسيبوه فيها. ده بيدي إيران مساحة أكتر وبيخليهم مش لازم يقفلوا أبار النفط لو لقوا تخزين زيادة. ولو اضطروا يقفلوا حقول النفط فعلا ده معناه إنهم ممكن يخسروا فلوس كتير وعائد نفط كبير في المستقبل. طيب تتخيل إيه اللي حصل؟ الحصار الأمريكي كمان بيستهدف الوضع ده تحديدا. النهاردة الصبح كان في سفينتين نقلتين نفط بيحاولوا يرجعوا لموانئ إيران عشان يحملوا نفط، لكن للأسف ما قدروش يعدوا الحصار الأمريكي. شوف البيان ده. القوات الأمريكية عطلت ناقلة النفط سي ستار 3 وناقلة النفط سافيدا يوم 8 مايو قبل دخول السفينتين لميناء إيراني على خليج عمان في انتهاك للحصار الأمريكي المستمر. القيادة المركزية فرضت إجراءات الحصار ضد ناقلتين نفط فارغتين تحملان العلم الإيراني كانوا بيحاولوا يدخلوا ميناء إيراني. طائرة F-18 سوبر هورنت تابعة للبحرية الأمريكية من حاملة الطائرات جورج اتش دبليو بوش عطلت الناقلتين بعدما أطلقت ذخائر دقيقة على مداخنهم، وده منع السفن اللي مش ملتزمة من دخول إيران. أعتقد دي اللقطات اللي هم نشروها واللي شايفينها على شاشتكم. وفوق كده القوات الأمريكية كمان عطلت ناقلة النفط الإيرانية اللي اسمها حسنة يوم 6 مايو لما حاولت تبحر لميناء إيراني في خليج عمان. وبرضه استخدموا طائرة F-18 سوبر هورنت من على حاملة الطائرات إبراهام لينكولن وعطلوا أجهزة توجيه ناقلات النفط الفارغة بإطلاق عدة طلقات من مدفع عيار 20 ملم. ال3 سفن دول ما بقوش رايحين إيران، وده مشكلة كبيرة للنظام الإيراني لأنهم محتاجين الناقلات ترجع حتى لو فاضية عشان يقدروا يحملوا النفط. ويبان إن الوضع بقى يائس جدا جوه البلد لدرجة إنهم بقوا يرموا النفط في البحر، وعندنا شوية أدلة إن ده حصل فعلا. بس قبل ما نبص على ده أحب أفكركم بسرعة تضغطوا لايك وسبسكرايب تحت، ده فعلا بيفرق في عدد الناس اللي بتشوف الفيديو وده بيساعدنا جدا. دلوقتي يلا نشوف صور الأقمار الصناعية دي. تم رصد ما يشتبه بأنه تسرب نفطي كبير قرب مركز تصدير جزيرة كارك في إيران، وده حسب صور الأقمار الصناعية اللي راجعتها رويترز. الباحثين بيقولوا أنه البقعة غطت حوالي 45 كيلومتر مربع غرب جزيرة كارك اللي هي المحطة اللي تتعامل مع حوالي 90% من صادرات النفط الإيراني. السبب لسه مش معروف مع استمرار التوترات واشتباكات القوات الأمريكية والإيرانية والحصار البحري في الخليج. دلوقتي أنا مش خبير نفط خالص ومش متأكد إذا كان ده كان خطأ ولا متعمد. الحاجة الوحيدة اللي أعرفها إنه إيران قربت تخلص عندها أماكن تخزين وعايزين أي طريقة يعني يخففوا الضغط ده. هم محتاجين أي وسيلة يفرغوا بيها الضغط وده واضح دلوقتي.
وبرضه عشان أكون ضد نفسي، في القتال كتير حصل في مضيق هرمز، فده ممكن يكون فعلا غلطة. الوقت بس هو اللي هيبين ده. لو فضلنا نشوف نفط أكتر وأكتر في المحيط، أظن نقدر نقول بأمان إن ده ما كانش غلطة. ده ممكن يبقى أسلوب جديد من إيران عشان ما يقفلوش حقول النفط بتاعتهم. ودلوقتي عشان ترد على كل ده، إيران حاولت تهاجم أو حتى تستولي على سفن في مضيق هرمز أو في الخليج الفارسي، لكن للأسف حتى ده ما مشيش زي ما كانوا مخططين. امبارح إيران هاجمت نقلة نفط وطلعت في الآخر نقلة نفط صينية. النهاردة الصين زعلانة من اللي حصل، بصوا على بيانهم وقالت إن في مواطنين صينيين كانوا ضمن طاقم ناقلة النفط اللي اتهاجمت الأسبوع ده قرب مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية قال إن الطاقم الصيني كان على السفينة اللي إيران ضربتها يوم الاثنين ولسه ما فيش إصابات بينهم اتبلغ عنها. بكين حذرت إن التصعيد في العداء بين إيران والولايات المتحدة بيأثر على واحد من أهم الممرات البحرية في العالم. الصين قلقة جدا إن عددا كبير من السفن وأفراد الطواقم عالقين في المضيق بقالهم شهور. وتخيل إيه؟ النهاردة الصبح الوضع بقى أسوأ كمان. البحرية الإيرانية لسه قابضة على ناقلة نفط مملوكة لجهة صينية في بحر عمان. الإعلام الإيراني نشر فيديو للعملية واسم ناقلة النفط اللي استولوا عليها أوشن خوي. السفينة دي كانت شايلة نفط إيراني وقت ما البحرية الإيرانية قبضت عليها، وفوق كده هي مملوكة لشركة شحن اسمها أوشن كودو ومقرها شنغهاي، والشركة دي أصلا عليها عقوبات من أمريكا. فبصراحة أنا مش فاهم إيه اللي بيحصل، مش فاهم. مش متأكد إذا إيران تظهر قوتها بفرض عقوبات على ناقلة ليها بس، ولا في حاجة تانية بتحصل ومش عارفينها. بس اللي إيران بتعمله ده في مصلحة أمريكا. هم بيستولوا على نقل عليها عقوبات ومملوكة لشركة صينية وهي كمان شايلة نفط إيراني. الموضوع مريب جدا ومش فاهم إيه اللي بيحصل. لحد دلوقتي شايف إن إيران بتحاول تفرض عضلات وهمية بالاستيلاء على سفينتها بس علشان يجوروا أو يعني يبعثوا رسالة لباقي الناقلات وسفن الشحن إنهم اسمعوا ما تعدوش من مضيق هرمز وإلا ممكن ناخد سفينتكم زي ما عملنا في دي. بالطريقة الإيرانية في إنها تقول للجميع اسمعوا مضيق هرمز تحت سيطرة إيران وتحت سيادتها وهو جزء من أراضيهم. لكن في الحقيقة ده مش شيء باقي دول العالم، مش بس الولايات المتحدة، كمان الدول الأوروبية وطبعا الدول الأسيوية مستعدين يقبلوه. اسمعوا ماركو روبايو وزير الخارجية بيتكلم عن الموضوع ده. وانا مش فاهم ليه حد ممكن ما يدعمش ده، وهو كمان مش فاهم ازاي حد ممكن يدعم ده. بس هنا في مشكلة أكبر. ايران دلوقتي بتدعي انها تمتلك وان ليها حق السيطرة على ممر مائي دولي. هم بيقولوا ليهم حق السيطرة عليه. العالم هيعمل ايه؟ هل هيقبل ان ايران تسيطر على ممر مائي دولي؟ لو العالم مستعد يقبل يبقى استعدوا، لأن في حوالي 10 دول كمان هتبدأ تعمل نفس الشيء في الممرات المائية الدولية أو اللي جنب بلادهم. ده شيء غير مقبول وهم بيحاولوا يخلوه طبيعي. فلو الإجابة لا، احنا مش شايفين ان ايران المفروض تسيطر على مضيق هرمز، يبقى السؤال الجاي لكل الناس، طيب هتعملوا ايه بخصوص ده؟ دلوقتي علشان نفهم ليه إيران بتتصرف بالطريقة دي دلوقتي لازم نرجع ونشوف إيران وصلت الوضع اللي هي فيه ازاي. ده مش معناه نرجع بس لسنة 1979 وقت الثورة الإسلامية. في الحقيقة لازم نرجع أكتر لورا لحد ما كانت سلالة القاجار بتحكم إيران في القرن ال19 ونشوف إزاي القرارات اللي الطبقة الحاكمة أخدتها وقتها لسه بتأثر على إيران لحد النهاردة. طيب عارف إيه؟ ده اللي بنعمله في البودكاست الجديد بتاعنا اللي نزل النهاردة وكذا جزء. لو أنت مهتم بتاريخ إيران وعايز تعرف إزاي وصلنا للي احنا فيه دلوقتي لازم تروح تسمعه. تقدر تتفرج عليه من خلال الضغط على الروابط في الوصف أو ببساطة تضغط على الفيديو اللي ظاهر قدامك على الشاشة.